طبعا كل ام بيهمها ان صحه اسنان ولادها انها تكون احسن حاجه، خاصه الاسنان دي يعني ده موضوع كبير، وفي كتير مننا احنا ككبار اللي مهتمش باسنانه وهو صغير بيعاني بعد ما كبر. ازاي الام تبقى او امتى الام تبقى بتودي ابنها لدكتور الاسنان او بصفه دوريه، يعني كل قد ايه؟ كل 6 شهور المفروض نودي الطفل لدكتور السنان حتى لو هو مش موجوع. احنا في حاجات بنعملها في العياده وفي حاجات ممكن الام تعملها في البيت، فاحنا بس بنبقى عايزين نطمن على سن الطفل عشان نحافظ عليها على قدر الامكان. فكل 6 شهور. طيب امتى الام، حضرتك قلت لنا في الاول بتبقى بقطنه كده وبعد كده بتبقى بالفرشه، امتى الام تبتدي تستعمل فرشه الاسنان للطفل وتحط له قد ايه معجون؟ الحقيقه المعجون ده بيبقى فيه بعض الخوف من الامهات، تقول لك هيبلعه هيعمل ما اعرفش ايه، فكلمينا اكتر عن المعجون. بصي المعجون احنا على حسب سن الطفل، يعني تحت 3 سنين بنحط له قد الرايس شيب رزايه، سن لاير كده، حاجه بسيطه جدا مش كتير يعني. لما بيكبر شويه عند 3 سنين بنبتدي نحط له قد البي شيب اللي هي البسلايه عشان يحط حته المعجون الصغيره دي ويغسل بيها زي ما قلنا في حركات دائريه. امتى يقدر يغسل؟ لغايه لما الام تحس بتعلمه ولما تحس ان هو قادر يمسك الفرشه ويغسل. الغسيل المفروض ما يقلش عن دقيقتين، يعني مش الطفل يخش الحمام ثانيتين ويطلع انا غسلت اسناني، لا كده ما اتغسلتش، لازم دقيقتين في حركه دائريه زي ما قلنا بس. وفرش السنان تعرف منين الام ان الفرشه دي مناسبه للطفل؟ بيبقى مكتوب عليهم بعدد السنين، يعني في الفرش مكتوب عليها من سن 3 سنين ل5 سنين وهكذا، تقدر تحدد سن طفلها وتجيب الفرشه. طبعا المقوله المشهوره يا دكتور الوقايه خير من العلاج. مقوله مهمه جدا. كل ام بتشوفنا دلوقتي تقدر تهتم او تقي اي حاجه ممكن تحصل او تسوس يحصل لاطفالها؟ ده سؤال حلو جدا ومهم جدا لكل الامهات اللي تكون عارفاه. في حاجات وقائيه احنا بنعملها في البيت او الام بتاعنا في البيت واحنا بنعملها في العياده. ايه الحاجات اللي الام ما تقدر تعملها في البيت؟ زي ما قلنا غسيل السنان، ابسط حاجه غسيل السنان زي ما قلنا لمده دقيقتين. بعد كده تستخدم الخيط الطبي. يعني ايه الخيط الطبي ده او ايه لازمته؟ الخيط اللي بيعدي بين الاسنان وبعضها. الحتت دي بتكون ضيقه جدا فالاكل بيتكون فيها وبيتحشر وبتبقى عرضه اكتر للتسوس. فالام بالخيط الطبي تقدر تشيل كل الاكل اللي بيتحشر في المنطقه من اول ما يعني من زي ما حضرتك بتقولي من اول ما السنان تطلع. اي خلاص اول ما لقت السنان والضروس كمان اللبنيه بتعمل بالخيط الطبي. تمام. في حاجه كمان اللي هي المضمضه. الطفل ممكن لو هو يقدر يمضمض عند السن اللي يقدر يمضمض فيه وتقدر تعلمه المضمضه ويمضمض. في حاجات بقى مهمه جدا في العياده، حاجتين اللي هم الفلورايد والبيتس اند فيشر سيلنت اللي هم الحشوات الوقائيه. الفلورايد ده عباره عن ايه؟ عباره عن جل بنحطه على كل اسنان الطفل اللبنيه اللي هي بتكتمل عند 2.5 سنين او 3. بنمسك الجل ده بنحطه على السنان كلها عشان بيقلل نسبه التسوس 60%. الفلورايد. طب ده كل قد ايه الام تروح مثلا العياده عند حضرتك علشان تحطي له الفلورايد ده؟ كل 6 شهور. كل 6 شهور بنشيك على السنان. يا دكتور؟ لا خالص. ناس كتير قوي تخاف تقول لك لا الفلورايد ده انا ممكن يوجعه ممكن يوجعه ويعيط بس لا خالص، ملوش اي اضرار ومش بيوجع الطفل خالص، بالعكس هو حاجه كانها بنلعب مع الطفل، يعني مش حاجه بتضايقه خالص. اوكي. والبيتس اند فيشر سيلنت اللي احنا اتكلمنا عليه برضو اللي هو الحشوات الوقائيه دي بنعملها لما يكون الاناتومي بتاع الضرس او المعالم بتاعه الضرس عميقه، يعني في حتت عاليه قوي في حتت منخفضه جدا زي الجروفز. الحتت دي بتحوش فيها الاكل وبتسوس بسرعه وكده، فاحنا بنبقى عايزين نحط الحشوات الوقائيه دي عشان الاكل يتزحلق عليها بسهوله جدا من غير ما تثبت في الحته دي او تسوس. يعني الحشوات الوقائيه دي يا دكتور يعني بتتحط بعد ما يكون في تسوس للاسنان ولا دي بتتحط عشان احمي بس ان ما يجيش عشان احمي من التسوس؟ يعني انا بعملها قبل عشان احمي من التسوس. الطفل لما بيجي لنا العياده وهو مش موجوع او مش بيشتكي من اي حاجه احنا بنعمل حاجتين دول، فلورايد وبيتس اند فيشر سيلنت لو هو محتاج.